بكل بساطه الدوله كتفرع الشناق. كيفاش كتفرع الشناق؟ كتقول له ممنوع انك تكري كراج في واحد الحومه شعبيه ولا ما عرف شنو وتبيع للمواطنين المغاربه الخرفان ديال العيد الكبير. اذا خاصك تجي تكري من عندنا حنايا باش انك غتخلص الضريبه الصنك وتخلص على كل راس ديال الغنم ودخل تبيع مع راسك. ودابا الكرا راه واصل على ما سمعت لجوج المليون غير باش تكري واحد البلايصه باش تحط في هذاك الغنم اللي غتبيع. الشناق. والشناق كيفرع المواطن المغربي. كيفاش كيفرع المواطن المغربي؟ هو انه كيزيد ليه كيعطيه واحد الاثمنه اللي خياليه وكيضربو حتى كيلصق في السقف. والمواطن المغربي كيفرع النفسيه ديالو كيفرع العقل ديالو كيمرض راسو بالتفكير ليل ونهار بهذا الموضوع هذا. كيفاش كيفرع راسو؟ بانه كيبقى يفكر في واحد التفكير دخيل. الا ما شريتش الحولي ديال العيد الكبير الجيران غيضحكوا عليا، غنبان ضعيف، ولادي في المدرسه غيضحكوا عليهم الدراري حيت باهم ما شراش لهم عيد الكبير. شفتوا على ما وصلنا ليه اخوتي؟ شفتوا على تفكير على تفكير دخلوه لنا في عقولنا. شي عيد الكبير غادي نقارض راه بشويه بشويه غادي بغاو يحيدوه. هذه هي السياسه ديال هاد اليهود. باغيين يحيدوا العيد الكبير بشويه بشويه. غيجي واحد النهار في واحد الزمان الا ربي خلى هاد الدنيا هذه اللي غادي يجيو حفادنا غيوليو يقولوا راه جدودنا كان عندهم واحد العيد سميتو العيد الكبير. كان بكري واحد الوقت كانوا جدودنا كانوا كيشريو الحولي وكيعيدوا به. ديك الساعه ما يبقاش العيد. راه هادشي اللي بغاو يوصلونا ليه.